ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. النهارده هلخص فيلم الانيميشن كي بوب ديمونز هانترز، وهو واحد من افلام الانيميشن الحديثه اللي لسه نازله، وبصراحه هو جامد جدا. فمن غير كلام كتير ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدا. القصه بتبدا في حفله ضخمه جدا فيها الاف الجماهير اللي كانوا بيزعقوا باسم فرقتهم المفضله هانترز اكس. المسرح كله ضلمه وانوار بتترعش، والناس واقفين حابسين انفاسهم مستنيين الفرقه تطلع. بس فجاه القصه بتاخدنا لورا سنين كتير لعصر قديم، ونعرف ان الشياطين طول عمرهم بيصطادوا البشر، بيسرقوا ارواحهم وبيعززوا قوتهم بيها. وكل الارواح اللي اتسرقت دي كانت طاقتها بتوصل في الاخر لملك الشياطين. بس في يوم من الايام ظهر صيادين عشان يحموا البشريه. كانوا ناس عاديين بس اتولدوا باصوات خاصه، اصوات قادره تطرد الظلام. الصيادين دول ما كانوش بيحاربوا بس بالسيوف او السحر، كانوا بيحاربوا بالاغاني بتاعتهم. الاغاني بتاعتهم كانت بتلمس الارواح، بتوصل للناس، وعلشان الربط ده قدروا يبنوا درع قوي بيحمي العالم بتاعنا. وكل جيل بيتم اختيار 3 صيادين جداد عشان يكملوا المهمه دي، ولما ال3 بيغنوا مع بعض بيتكون حاجز موسيقي خارق محدش من الشياطين قدر يعديه. الحدوته دي بتحكي لنا واحده ست اسمها سيلينا، كانت في يوم من الايام صياده، ودلوقتي اختارت 3 بنات عشان تدربهم ويحافظوا على الدرع ده ويحاربوا الشياطين. البنات دول عملوا فرقه غنائيه اسمها هانترز اكس. مزيكتهم، ستايلهم، موهبتهم، كل كوريا اتجننت عليهم، وكل الناس بقوا فانز ليهم. ودلوقتي نتعرف على اول عضو في الفريق، ميرا، اللي هي الفيجوال والليد دانسر. فعلتها بيسموها الخروف الاسود عشان دايما بتعمل العكس، حتى لو راحت الحفله قبل كده بكيس نوم كفستان وصدمت الكل. تاني عضو اسمها جوي، رابر الفرقه، وتربت في امريكا وسط اسره عاديه. تالت عضو هي رومي، وهي قائده، صوتها فيه احساس يخلي الناس تعيط. امها ماتت وهي صغيره وسيلينا هي اللي ربتها، ورومي تعتبر الروح الحقيقيه لفرقه هانترز. المشهد بينتقل تاني ونرجع للحفله اللي بدانا منها. الفانز متحمسين ومستنيينهم يطلعوا، لكن مدرب بوبي بيحس ان في حاجه غلط. الطياره بتاعه البنات مش بتقرب من المكان، وفعلا نكتشف ان البنات لسه في الطياره، وده اكبر حفل ليهم لحد دلوقتي. هم مبسوطين وبياكلوا اكل كتير قبل العرض، بس فجاه لاحظوا ان طاقم الطياره تصرفاتهم غريبه. بوبي بيتصل بيهم وهو مذعور وبيقول لهم انهم لسه ما وصلوش الحفله. لما يبصوا من الشباك يكتشفوا ان الطياره ماشيه عكس الاتجاه، وبيلاحظوا ان المضيفين والطيارين مش بشر، دول شياطين وعليهم علامات سودة غريبه. وفجاه يتحولوا لاشكالهم الحقيقيه ويهجموا عليهم، بس البنات ما بيخافوش، بيطلعوا اسلحتهم ويبداوا يغنوا، وصوتهم بيهزم الشياطين وبيقضي عليهم. لكن الطياره بتتبهدل في المعركه، فبيستخدموا قواهم وينطوا منها ويوصلوا مباشره على المسرح، والفانز بيتجننوا من الفرحه. واول ما العرض بيبدا المشهد بيقطع ونروح لعالم الشياطين. هناك واحده من الشياطين اللي اتغلبت بتروح تبلغ ملك الشياطين انها اتغلبت تاني. الملك بيغضب جدا وبيخلص عليها في ثانيه، بيقول للباقي لو ما اتصرفتوش بسرعه الدرع اللي عاملينه بالاغاني بتاعتهم هيتحول لدرع ذهبي، وساعتها احنا هنفضل محبوسين للابد. ساعتها بيظهر شيطان مميز اسمه جينو، يغني عن شيطان قوي زمان كان بيبلع الارواح وكان صوته بيرج الارض. بس جت صيادين يغنوا ونسوه كل حاجه، ودلوقتي بقى جعان. الملك بيفتكر ان جينو بيستفزه، لكنه بيقول له ان جاي يساعد. خطته انه يهاجم البنات في اكتر مكان مش هيشوكوا فيه وسط الفانز. كل الشياطين بيضحكوا عليه ويقولوا له هتعمل فرقه اولاد ولا ايه. بس لما جينو وفرقته بيتحولوا لشباب وسيمين جدا، كل الشياطين بتسكت وبتنبهر بخطته. في نفس الوقت البنات بيحاولوا يريحوا بعد الحفله، بس رومي بتقول انها حجزت اصدار جولدن جديد النهارده بالليل والعالم كله مستني يسمعه. لكن اثناء التدريب صوت رومي بيختفي فجاه وبتطلب بريك، ولما بتدخل التواليت وبتفتح سترة الفستان نكتشف الصدمه. رومي عندها نفس العلامات السوداء بتاعه الشياطين. بنشوف فلاش باك وهي صغيره بتسال سيلينا هو لازم نقتل كل الشيطان، وسيلينا بترد اي حاجه عليها العلامات دي شيطان. وبنفهم ان ابوها كان شيطان عشان كده العلامات دي على جسمها. بس سيلينا بتطمنها انت هانترز زي امك، ولما الحاجز يقفل بالكامل قوه الشياطين كلها هتختفي وكمان العلامات من جسمك. رومي بتحاول تخبي جسمها عن صحابها عشان ما يعرفوش سرها، وبتفضل حزينه مش عارفه تساعد العالم ولا تساعد نفسها. صوتها اختفى، بس لما بترجع البيت صحابها بيطمنوها ويقولوا ممكن نأجل العرض. بوبي بيتصل وبيقول لهم ان الموضوع مش سهل والفانز زعلانين جدا. رومي بتقول مش هنقدر نأجل، ده العرض الاهم لانه اللي بيجدد الحاجز السنوي. فبيقرروا يستغلوا الوقت اللي فاضل عشان يحاولوا يرجعوا صوت رومي. وبتطلع جوي واللي عندها 57 فكره، وبتبدا باقرب واحده فيهم بتاخدها لدكتور اسمه هون، بيعمل تون بيعالج كل حاجه حتى مشاكل العلاقات. هون بيعمل تحليل غريب لرومي ويديها تونج وبيقول ده هيحسن صوتك. وهم راجعين بيشوفوا 5 شباب وسيمين جدا بيعدوا جنبهم. البنات بينبهروا، بس فجاه واحد منهم بيزق رومي على الارض. البنات بيتضايقوا بيقولوا ايه قله الذوق دي. فجاه يسمعوا دوشه في السوق، يروحوا يشوفوا ويلاقوا نفس الولاد بيغنوا كفرقه اسمها ساجا بويز وصوتهم ساحر جدا. بس فجاه البنات تلاحظ ان دول شياطين. ميرا عايزه تهاجمهم فورا
فورا بس رومي تمنعها، الناس حوالينها مش هينفع نتقاتل هنا. ساجا بويز بيعزموا كل على حفلة بالليل، وهنا البنات بيجهزوا بدلاتهم وبيخططوا يهاجموا اول ما يخرجوا من الستيج، لكن جينو بيلاحظهم ويفسخ خطتهم وبيسلط الاضواء عليهم على المسرح قدام الجمهور. ساجا بويز يهربوا ويستخبوا في حمام عام، البنات تلاحقهم لكن يقعوا في فخ ويتهاجموا من كمية شياطين كبيرة. رومي بتجري ورا جينو عشان تقتله، بس فستانها بيتمزق وجينو يشوف العلامات ويصدم انها نص شيطان، لكن بدل ما يهاجمها بيغطي دراعها وبيقول لها تروح تساعد صاحبها. الملك بيكون فرحان جدا بجينو لانه بدأ يفتح الحاجز وبيجهز ياخد ارواح البشر. البنات بيلاحظوا ان الدرع الموسيقي بيضعف اكتر واكتر. بوبي بيقول لهم الفرقة الجديدة الساجا بويز بقوا ترند على الانترنت والفانز بيجروا وراهم. رومي بتحس انها لازم تهزمهم في اهم عرض جوائز في الاستاد الكبير، فبتقول لجوي اكتبي اغنية جديدة ديس تراك تفضحهم وتكشف انهم شياطين قدام العالم كله، وبتقرر تشرب وتنكر للدكتور هون اداهولها، بس لما تدوق تكتشف انه عصير عنب عادي. وهي واقفه في البلكونه تلاقي طير غريب لابس طاقيه ويبص عليها، ولما تروح تشوف فيه ايه تلاقي قطه شيطانيه تطلع من مكان غريب وهي بتطلع سيفها بسرعه، لكن القطه مش بتهاجم، دي جايبه ليها جواب من جينو بيقول لها تعالي قابليني. رومي بتروح بس مش عشان تكلم، راح تخلص عليه، لكن جينو بيطلب منها تهدى وبيقول لها انه عارف كل حاجه عن العلامات اللي على جسمها، وبيقول لو كنت شرير كنت قلت لاصحابك انك شيطانه من بدري. رومي بتقول انا مش شيطانه. جينو بيرد طب العلامات دي منين، وبيقول لها انه حاسس بيها. عارفه يعني ايه تعيش بعلامات على جسمك وتخاف منها؟ احنا بنحس بالذل بالعار بالحزن، ده اللي بيخلينا عبيد لملك الشياطين. وبيحكي لها عن حكايته من 400 سنه، كان فقير معاه جيتار بيغني في الشوارع ومحدش بيسمعه لحد ما سمع صوت الملك اللي قال له مش هتنجح لوحدك بس انا ممكن اساعدك. وفجاه حياته كلها اتغيرت، صوته اتشهر، الملك اداه شهره واهله بقوا عايشين في القصر، بس العلامات بدات تنتشر على جسمه وبعدها اتحبس جوه عالم الشياطين وبقى عبد الملك، وفي الاخر خسر كل حاجه عيلته كمان وعايش في الذل من وقتها. وبيقول له رومي انت مختلفه، لسه عندك اراداتك، لسه مش بتسمعي صوته وده نادر جدا. وبيقول لها عارف انك لسه بتنكري حقيقتك بس يوم ما تعترفي ابقي تعالي قابليني. تاني يوم البنات بيقرروا يغنوا اغنيه جديده اسمها تيك داون، وبيروحوا يعملوا سيشن توقيعات مع الفانز، وفجاه ساجا بويز يدخلوا، جمهورهم ينقسم وكل فرقه عندها ناس. رومي بتقترح ليه ما نقعدش مع بعض كلنا، فانزنا يستاهلونا. جينو بيحاول يتكلم معاها، تقول له انا مش هتكلم مع واحد بيساعد ملك الشياطين. يرد عليها انا بحاول اساعد نفسي، لو خدمته هيمسح ذكرياتي وهسكت وهسكت كمان الصوت اللي بيصرخ جوه دماغي كل يوم. الليل يجي، رومي بتتدرب على الغنوه لكن القطه ترجع تاني وعايزه تاخدها تقابل جينو وهي بترفض. ميرا تلاحظ ان رومي بتغير في كلام الاغنيه، بتسالها انت بتعملي ايه. رومي الاغنيه دي فيها كره كتير، مش عايزاها بالشكل ده. ميرا تبدا تشك فيها خصوصا بعد ما شافتها بتكلم جينو، بس بعدين بتعتذر وبتقول انها كانت غضبانه وبتقول انا عايزه انهي كل روح شيطانيه موجوده. في نفس الوقت ساجا بويز شغالين على جمع الارواح بالغنى، والملك بيقوى اكتر والفانز بيبقوا شبه منومين، كل ده بيمهد لليله الختاميه. رومي في الاخر بتبعت جواب لجينو وبتقول له لو عايز تتحرر ساعدنا نكسب في عرض الجوائز، لما نكسب الدرع هيتقفل للابد وملك الشياطين هيتحبس. جينو بيوافق وبيقول هسحب فرقتي من المنافسه. رومي وجينو بيبداوا يحسوا بمشاعر لبعض، لكن رومي لسه مش مرتاحه للكره اللي في الاغنيه وبتقترح يغيروها، لكن ميرا بتنفجر فيها انت بقيتي ضد مهمتنا، مش هي دي رومي اللي انا اعرفها. قبل ما رومي ترد كارثه بتحصل، الدرع الموسيقي بينهار اكتر والشياطين بيدخلوا العالم الحقيقي بالعافيه. الفانز بيبقوا مرعوبين، البنات بيقولوا لو صوت رومي مرجعش كل حاجه هتضيع. يوم عرض الجوائز يوصل البنات بيطلعوا المسرح وبيقدموا عرض جبار. رومي خلاص فاضل لها سطر واحد بس تغنيه، وفجاه شياطين يخطفوا بوبي جوي وميرا بيجروا عشان ينقذوه، لكن كل ده كان فخ. شياطين متنكرين في هيئه جوي وميرا يطلعوا المسرح ويمزقوا في ستار رومي قدام الجمهور ويكشفوا العلامات السوداء اللي على جسمها قدام الكل. جو وميرا يتصدموا يرفعوا اسلحتهم في وش رومي، مش شايفينها صاحبتهم، شايفينها شيطانه. رومي تنهار تحاول تشرح بس هم مش سامعين، تجري من المسرح وتروح تدور على جينو، واول ما تلاقيه تكتشف الصدمه الكبرى، هو اللي كشفها قدام الناس. بيقول لها كل اللي حكيته عن نفسي عن اهلي كله كذب. بيقول لها كنت محتاج اكسب ثقتك عشان اقدمك لملك الشياطين، وبيقول كمان انا سبت اهلي بنفسي، كل اللي كنت عايزه انسى الالم اللي عايش فيه. في الوقت ده ملك الشياطين بيتحكم في عقل ميرا وجو وبيخليهم يكرهوا بعض، وبيسيطر على فانز الساجا بويز ويبداوا يغنوا، والملك يظهر بنفسه ويبدا يسحب الارواح واحده ورا تانية. رومي رجعت لسيلينا وعينيها مليانه دموع، قالت لها كنت عايزه اصلح كل حاجه حتى نفسي بس انا فشلت، قبل ما ابوظ كل حاجه اكتر من كده خلصيني. لكن سيلينا قالت لها لا لسه عندك فرصه، لو مش قادره تبقى قويه خبي العلامات زي ما كنت بتعملي. رومي سكتت لحظه وقالت انا تعبت من ان اكون نسخه مخفيه من نفسي، لو لازم اخبي حقيقتي عشان احمي الدرع يبقى انا مش عايزه الدرع ده، وسابت سيلينا ومشيت. رجعت تاني لمسرح الجوائز بس المره
دي مختلفة. وقفت في نص المسرح وبصت للناس وبدأت تغني أغنية مش زي أي أغنية فيها صدق، فيها ألم، فيها أمل. صوتها كان خارج من أعماق روحها بيهز الأرض. واللي حصل بعد كده كان معجزة. ميرا وجوي فاقوا من تأثير ملك الشياطين، رجعوا لعقلهم وبصوا الرومي بعينين مختلفة. فانز الساجا بويز أرواحهم بدأت ترجع تاني لأجسامهم. ملك الشياطين ظهر بنفسه وقرر يقتل رومي بنفسه، بس جين وقف قدامه قال له مش هتلمسها. وقف بينه وبين رومي وتضرب ضربة قاتلة أنقذت رومي بس قتلته. وفي لحظاته الأخيرة قال لها سامحيني، أنا كنت بحاول أبقى زيك. رومي وقفت تبص عليه وهو بيموت، بس المرة دي مفيش دموع، في قوة، في قرار. كل الجمهور بدأ يغني معاها. صوتهم، مشاعرهم، وحدتهم عملوا موجة من النور غطت المسرح. ورومي وميرا وجوي مسكوا سلاحهم وضربوا ملك الشياطين 3 ضربات متتالية. وفي الآخر ملك الشياطين انتهى. الدرع الجديد يكون أقوى من الأول واتقفل للأبد. كل الشياطين اتطردوا من العالم وهانترز كسبوا المعركة. وفي نهاية قصة كيبوب ديمون هانترز بتفكرنا إن جوانا دايما محارب بيواجه الخوف والضغط، وإن وراء الشهرة في معارك صعبة وتضحيات كبيرة، بس طول ما احنا متحدين هنفضل نقوم. والقوة الحقيقية مش في الاسم ولا الشهرة، القوة الحقيقية هي انك تبقى صادق مع نفسك. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى اللايك والاشتراك والحاجات الجميلة دي. لو عايز نتكلم عن اي كرتون او انمي اكتب لي تحت في كومنتات. كان معاك ابراهيم، سلام.